تحية طيبة أصدقائي الكرام. اليوم راح نتحدث بموضوع قليل ما نتطرق له، ألا وهو قامشلو عاصمة روجافا كردستان سوريا. لما تسمعوا ذباب قسد اللي عايشين بأوروبا، تسمعوا روج آفا وقامشلو روج آفا، ينتاب للوهلة الأولى إلى إذن المستمع وإلى عقله يتخيلها طوكيو، يتخيلها مدينة حديثة ذكية، علما أنه لما نتحدث عن سوريا وعن شرق الفرات نتحدث عن بترول، عن غاز، عن نفط، عن قمح، عن قطن، عن شعير، عن ذرة، يعني خيرات وموارد فيها بإمكانها تعمل اكتفاء ذاتي لدولة. يعني إذا صار استقلال واستقلوا لوحدهم شرق سوريا، يعني دولة كاملة الأركان ما تحتاج لأي شيء من الخارج. وإذ بها بعد 14 سنة هي قامشلو عاصمة روجافا. هاي العاصمة اللي شايفينها أمامي، مدينة بدائية ترابية، الشوارع ترابية، الأبنية عشوائية. أعلى بناء موجود بالقامشلي لا على أيام، إذا بدي ما راح أتحدث على أيام النظام السابق، أبنية أو فنادق مبنية قديم ربما تجاوز الطابقين أو ثلاث. لكن هي روجافا اللي شايفينها أمامكم، روجافا البترول، الغاز، النفط. 14 سنة من اللامركزية، من الحكم الذاتي، تجربة 14 سنة، جيشهم لوحده، أمنهم لوحده، دوائرهم لوحدها، النفط، الغاز، البترول، الشعير، القمح، الذرة كلياتها تحت سيطرتهم. وإذ بروج آفا قامشلو عاصمتها، قامشلو مدينة بدائية أشبه بأفقر من المدن الموجودة، يعني أفقر من المدن الموجودة بأفريقيا. فسبحان الله، هاي هي روج آفا. إذا سمعتوا شي مرة روج آفا وقامشلو لا يروح تفكيرك لبعيد، تتخيل انه راح تلاقي مركبات فضائية. لا، راح تلاقي هذه المدينة التي تراها امامك. والله المستعان.